السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. ليلة القمة، ليلة مباراة الأهلي والزمالك وانهيار النادي الزمالك بعد 45 دقيقة جس نبض. طبعا شفنا الفريقين في الشوط الأولاني خايفين من بعض، زي ما يكون بيقولوا أنا لو ما كسبتش ما اخسرش. وعدوا ال 45 دقيقة الأولانيين. أنا من وجهة نظري قلت الشوط الثاني هيخلص واحد هنا او واحد هنا. فوجئت بتغييرات لمستر فيريرا غريبة. شال المسلوسي اللي هو حاطط ثقته فيه بنسبة 100% وهو كان ماشي كويس، ونزل مصطفى الزناري اللي بعيد عن النادي الزمالك اصلا. انا ما اتفرجش عليه بصراحة، هو في الجيش، بس انا شايفه مستواه بعيد قوي. الراجل نزل ما ينفعش سيرد باك في منطقة الخطورة اللي هي ال 18. لا بيضغط فوق ولا تحت ولا ماسك ولا عامل حاجة خالص. هو بيتفرج، يعني لو شفنا الهدف. الراجل حمدي فتحي خد الكرة على صدره عليت قوي، فانت المفروض انت واقف على رجلك هتطلع تشيل بدماغك. لا، سابها نزلت على دماغه. لما حطها الكهرباء اللي جايه حطها بدماغه. الجون الاولاني. بعديها الوضع اتغير، لقينا النادي الاهلي مستحوذ، لان النادي الاهلي عايز يجيب التاني. طمع في الماتش اكتر. نزل محمد شريف الزناري برضو، اللي هو زي ما يكون انت مغمي حد، حاطط شاره سودا على عين حد، والكره تحت رجله بيعمل كده وخلاص. الكره خبط في رجله، اتعمل السرور، الراجل راح حاطط بطن رجله جول التاني. ثم التالت اللي قتل المباراه بعد التغييرات اللي هو يوسف اسامه نبيه وشيكابالا وانا شايف ان مستر فيريرا حلو عليه كده. يعني حد يقول لي ليه اللي يشفع له؟ يعني ان هو خد دوري وخد كاس، ما احنا مش هنقعد نعيش على ذكرى الدوري والكاس طول العمر. زي اي لعيب في الدنيا، الكوره كده. انت بتبقى مكسر الدنيا وعمال تجيب الجول لفرقتك، وبتيجي ماتش مهم مش شايف، او بتضيع واحده مهمه تخسر فرقتك، الدنيا بتقوم ما بتقعدش. هي الكوره كده، قدر لعيبه الكوره كده. فمستر فيريرا بيخرف، وانا مش عارف هو بيعمل ايه. وبرضه السيسي ودونجا كانك بتلعب بلعيب واحد، والناس مش حافظه حاجه. واتنين ديفندر تبص تلاقيهم الاتنين خرجوا على الطرف، دي عمرنا ما سمعنا عنها. انا كنت بلعب في نص الملعب، عمري ما سمعت ان اتنين بيلعبوا في قلب الملعب الاتنين يطلعوا على الاطراف. دي ما بتحصلش في الكوره. ولو حصلت بتلاقي المدرب من بره بيصوت، واحد في قلب الملعب واحد ثابت، اللي هو يبقى مسمار في نص الملعب، الناس تسند عليه، او هيدافع لو في حاله دفاع. فالنادي الاهلي يستحق المباراه. نتيجه تقيله 3-0. بعدت النادي الزمالك قوي. 26 بونت من 34 بونت، يعني 8 بونت كتير. الزمالك كده اصبح رابع وبيبعد واحده واحده. ونادي الزمالك النادي الاهلي بصراحه لما بيركب وبيفرق. صعب ان لان في سنين كتير كان نادي الزمالك فارق والنادي الاهلي جابه. انما كلنا شفنا لما النادي الاهلي بيفرق النادي الزمالك ما بيجيبوش، من وجهة نظري، وهو ده اللي بيحصل. فالنادي الزمالك عايز اعاده ترتيب. عايز صفقات مصطفى شلبي. انا مش عايز اقعد اقطع في الناس، بس احنا بنقول اللي احنا شايفينه. مصطفى شلبي صعب جدا يا جماعه. انا شايف ان يوسف اسامه نبيه افضل منه. انت لما تمشي حد تجيب افضل منه، لا اما مش هتجيب افضل منه. ما تدفعش المبالغ الكبيره اللي هتجيب حد زي ما هيجي، زي ما كانه ما جاش، زي مصطفى شلبي. حتى لو هو كان لعيب كويس في انبي، لكن مع الزمالك انا مش شايفه، انا مش حاسه بصراحه. لا سرعات ولا بيلعب على الجون، ولا اول ما جه بس كده كان حلاوه روح شويه، وما ضاف لناش اي حاجه. و... و... ودونجا احسن الوحشين. وتغييرة عمر جابر برضو، يعني انت نازل عمر جابر ليه؟ يعمل ايه عمر جابر؟ مش عارف. انا حاسس ان نادي الزمالك بيلعب بدون ملامح.
اللي هو انت جايب ناس انزلوا، حطيت تشكيل وانزلوا العبوا ورونا. لا، الكلام ده ما يحصلش في الاهلي وفي الزمالك. وقلنا يا مستر فيريرا، انت ماسك نادي كبير، جمهوره كبير، محدش هيسكت عليك، محدش هيسكت على التخريف اللي انت بتخرفه. ناس كتير دمها بيتحرق من مستوى فرقتها. يعني انت لو ماسك اي فرقه تانية، انبي، سيراميكا، سموحه، الفرق دي غير اهلي وزمالك. الاهلي والزمالك التعامل معاهم غير خالص. ممكن تخسر ماتش وتخسر اتنين مفيش مشكله. اهلي وزمالك بتخسر ماتش في التاني الدنيا بتهيج عليك. فنتمنى النادي الزمالك يطلع من اللي هو فيه ويلحق يفوق. علشان كده العمليه هتهرب منه بدري بدري. لسه فاضل 3 مباريات في الدور الاولاني. يعني لو النادي الاهلي فرق كمان 3 4 بونت 12 بونت، خلاص خلصت. اقدر اقول لكم النادي الاهلي حسم الدوري قبل الدور الثاني ما يبدا. فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك ونشوف حل مع فيريرا.